السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ سلوى. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. لعشاق الحامض أو الليمون جبت لكم واحد الوصفة اللي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير، طبعا بدون فرن ولا نشا، بمكونات موجودة في أي مطبخ. الا كتعجبكم شي حاجه كتكون حامضه صراحه هاد الوصفه غادي تحماقوا عليها. باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير بقاو معنا حتى الاخير ديال الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي. وعلى بركه الله غادي نبداو اولا بالكريمه ديال الليمون. هنايا عندي سكر الخشن تقريبا كاس كبير ديال السكر، وغادي ندير معاه القشور ديال الحبه تاع الليمون. وهنايا غادي نبدا نخلطو مزيان بيديا بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، بحال اللي كنحكوا مع بعضياتهم مزيان تقريبا واحد 2 دقائق. ضروريه هاد العمليه، يعني غادي نخلطو مزيان. من تما غادي ناخذ واحد الكاسرول، غادي نديرو فيه 4 حبات ديال البيض، ومن تما غادي نضيف عليه داك السكر والقشور ديال الحامض من الفوق. غادي نخلط بيناتهم مزيان. من تما غادي ناخذ نصف كأس ديال العصير تاع الحامض، غادي نزيد عليه نصف كاس ديال الماء، غادي نديرو من الفوق. من تما غادي نديرو على النار مهيله مع التحريك المستمر طبعا بدون توقف حتى تبدا تعقد لنا هاد الكريمه. صراحه هاد الكريمه راه كتجي لذيذه، تقدروا تزينوا بها اي حاجه، حتى الكيكه تقدروا تزينوا بها. بحال اللي كتشوفوا هنايا بدات كتعقد ليا الكريمه، وانا النار مهيله بزاف وما كنوقفش من التحريك. من تما غادي نضيف عليه تقريبا 2 ملاعق كبار ديال الزبده، غادي نبدا نحرك وطفيت عليه العافيه. من تما غادي ناخذ هاد الكريمه اللي وجدنا، غادي نصفيها مزيان لانه مازال كيبقى فيه داك القشور ديال الحامض، يعني بلاش ما يجي فيه هذاك القشور ديال الحامض نصفيه هكا. من تما غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي، غادي ندخلو للثلاجه حتى تبرد تماما، تقريبا شي ساعه ديال المكانه، يعني تكون الكريمه بردات. من تما عاد نقدروا نستعملوها. يعني في الاول لازم توجدوا هاد الكريمه، يعني اول حاجه توجدوها تخليوها على جنب. من تما غادي ندوزو المقادير او طريقه ثانيه. غادي ناخذ واحد الكاسرون، غادي نديرو فيه الاوراق ديال النعناع بحال اللي كتشوفوا، القشور ديال الحامض، شويه ديال الماء وشويه ديال السكر. بالنسبه للسكر تقريبا 5 ملاعق او 4 يكفي. بالنسبه لهذا غادي نغمسوا فيه البسكويت اللي غادي نستعملو. غادي نديرو على النار مهيله، غادي نحركوه في الاول مزيان باش يتجانس ليا داك السكر مع الماء باش ما يبقاش في القاع وغادي تحرق. نتما غادي نخليه حتى يغلى مزيان، يطلق هاد الليمون وهاد الاوراق ديال النعناع. هنايا غادي ناخذ واحد 500 مليلتر اي نصف لتر ديال الكريمه السائله. انا استعملت هذه ديال الاولالا اللي كتعجبني صراحه، كيكون فيها السكر. طبعا النوعيه راه كتبقى اختياريه. هنايا بعد ما بردت مزيان هاد الكريمه غادي نطربها حتى تطلع ليا الكريمه بحال هكا. نتما غادي نخليها على جنب. غادي ناخذ ديك الكريمه اللي وجدنا ديال الليمون من الاول بحال اللي كتشوفوا راه بردت تماما. كتشوفوها هكا مازال جاريه شويه، راه من بعد غادي تعقد. هنايا غادي ناخذ شويه بحال اللي كتشوفوا في واحد الكاس او في واحد الطاسه صغيره. هذه غادي نخليوها في الاخير للتزيين. اما هاد الكريمه غادي نزيد عليها كريم تشيز او الجبن اللي بغيتو تستعملوا، سواء جبلي او جبن مربعات او مثلث، يعني على حسب الجبن اللي بغيتو نتوما، يعني اي نوعيه كتفضلوها. ديروا 2 ملاعق 3 على حسب الرغبه. بالنسبه لي انا صراحه كيعجبني الجبن بزاف في هاد الوصفات بحال هادو، انا درت العلبه كامله. لكن بحال اللي قلت لكم تقدروا ديروا 2 ملاعق او 3 على حسب الرغبه ديالكم. هنايا غادي نخلط هاد المكونات جيدا
بحال اللي كتشوفوا. الجبن اللي ضفت مع الكريمه تاع الليمون غادي نخلطها مزيان. من تما غادي نبدا نضيف الكريمه اللي درت شويه بشويه، يعني الكريمه البيضاء غادي نبدا نضيفها بحال هكا، وانا كنخلط شويه بشويه حتى نضيف الكريمه اللي درت كامله. وهنايا بالنسبه لداك الماء اللي درنا باش نغمسو فيه البسكوي درته في واحد الطاسه بعد ما دفى. هنايا غادي ناخذ هاد البسكوي اللي غادي نستعمل اللي داير بحال الاصابع. غادي ناخذ المول، انا استعملت هاد المول على شكل مربع، طبعا تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. كنغمسوا هاد البسكوي في الماء اللي درنا ديال الليمون السكر والاوراق ديال النعناع. كنغمسوا كنستفهم بحال هاد الطريقه. بالنسبه للكريمه انا درتها هكا في بوش باش تسهل عليا العمليه، طبعا تقدروا ديروا غير كريمه غير هكاك وتوزعوها. بالنسبه للكريمه انا قسمتها على جوج، نصف درتو هنايا غادي نصوب ليه من الفوق، يعني غادي نقدها مزيان وغادي نمسح الجوانب باش يجي ليا الشكل ديالو مقاد. نتما غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي، من تما غادي ندير من الفوق تاني الكريمه، يعني نصف الكريمه اللي بقات ليا. بحال اللي قلت لكم الكريمه قسمتها على جوج. غادي نديرها على هذا الشكل، غادي نقاد ليها الوجه مزيان. ومن تما غادي ناخذ داك الكريمه اللي خلينا من الفوق ديال الليمون، غادي نديرو من الفوق بحال هكا وغادي نقادها مزيان غير بشويه. انا هنايا راه كنسرع الفيديو على داكشي كيبان لكم كنخدم يعني بالزربه، لكن خدموها بالمهل حسن باش تجي لكم قاده. نتما غادي ندخلها للثلاجه تقريبا 3 حتى 4 ديال الساعات. بما اني انا غادي ناخذها عند الوالده ديالي، انا خليتها الليله كامله في الثلاجه، يعني بقات ليله كامله احسن باش تشد في راسها مزيان. وهاد الكريمه ديال الليمون تشد مزيان. وهنايا الغد اللي بعد ما خرجتها من الثلاجه جات متماسكه، غادي ناخذ واحد الموس غادي نديرو هنايا بحال هكا على الجوانب باش فوقاش نديمو ليها غادي يبقى الشكل ديالها مقاد. صافي هنايا غادي نحيدها من المول بحال اللي كتشوفوا راه كيجيو الطبقات ديالها مواتين وشاده في راسها بحال اللي كتشوفوا. الصراحه هاد التحليه ديال الحامض راه كتجي رائعه. بالنسبه للتزيين انا زينتها هنايا بالحامض او الليمون من الفوق مع شويه ديال الاوراق تاع النعناع. طبعا التزيين راه كيبقى اختياري، لكم الاختيار في التزيين. وهذه هي الوصفه ديالنا تاع اليوم. هنايا قطعت لكم واحد الطرف باش تشوفوا كيف كتجي. صراحه كتجي واقفه وشاده في راسها، والاهم ان المذاق ديالها ولا اروع ما تشبعوش منها. الصراحه انا هذه ثاني تجربه ليا في هذه الوصفه، يعني ثاني مره كنجربها. هاد المره قلت علاش لا ما نجربهاش معكم، غادي تعجبكم بزاف بزاف. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. كالعاده ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنساوش ديروا جيم او اعجاب لهذا الفيديو طبعا الى عجبكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب والاصحاب. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. دمتم في حفظ الله ورعايته.